ولو عاوز دليل على شخصيته القوية وإيمانه بمهاراته، شوفه في أي ديربي، شوف ازاي لمسته بتفرق في كل كورة، شوف ثقته وشوف جرأته. سالم مش مجرد لعيب مهاري، سالم عنده جينات السحر الكروي. لكن المهارة لوحدها مش كفاية، لازم يكون عندك حاجة تخليك تسبق الكل، وسالم عنده الحاجة دي، السرعة. الفرق بين اللعيب المهاري العادي ولعيب مهاري مفيش زيه هو انه يعرف امتى يستخدم المهارة وامتى ينطلق فجأة ويفاجئك بسرعته. وسالم هنا بيمتلك الاتنين. لما يكون في موقف واحد ضد واحد، الموضوع مش مجرد مراوغة، سالم بيعرف ازاي ياخد خطوة لقدام ويكسب السرعة اللي تخليه خارج عن السيطرة. شوف اللقطات دي، السرعة والمهارة بيساوي جناح مستحيل يتوقف. وهنا سالم عنده حاجة تخليه مختلف تماما. سالم ما شاء الله عنده بنية جسمانية جبارة، وده بيبان في حاجتين: لما يضغط على المدافعين مش بس بيجري ناحيتهم، لأ بيكسب الالتحامات ويفتك الكرة، ومش بيفتكها وبس، لأ بيرفع راسه ويشوف المساحة فين ويمرر في المكان الصح.